لا، الموضوع كبر، الموضوع كبر. ميليتاو وروديجر الاثنين عاملين حفلة. ريال مدريد كرة وصلت سليمة، اوبا لا، هذا كثير يا سورلوث، هذا كثير يا ألكسندر. فتح على ريال مدريد، سورلوث فتح على ريال مدريد أبواب التعادل. 48 يضمن كرة تلعب خطيرة. الله الله على نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تسريبا عن تشكيلة الميرينغي في نهائي دوري أبطال أوروبا. وذكرت تقارير إسبانية عديدة في الأيام الماضية أن أنشيلوتي استقر على الدفع بالبلجيكي تيبو كورتوا في التشكيلة الأساسية لريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية. ووفقا لشبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، تحدث أنشيلوتي مع أندري لونين حارس الريال بشكل شخصي، ونفى له أن يكون قد اتخذ هذا القرار بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال أنشيلوتي للحارس الأوكراني: ليس صحيحا أنني اتخذت القرار بالفعل، أريدك في أفضل حالة خلال المباراة النهائية، سواء للعب 90 دقيقة أو 10 دقائق أو لمجرد الدعم من خارج الخطوط. بدونك لم نكن سنصل إلى ويمبلي. وتجدر الإشارة إلى أن أندري لونين تفوق على كيبا ريزابالاغا وأصبح الحارس الأساسي لريال مدريد أثناء إصابة كورتوا، وقدم مستويات مميزة قادت الميرينغي إلى الفوز بالليغا وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا. كشف تقرير صحفي إسباني عن وجود خلاف قوي بين تشافي هرنانديز مدرب برشلونة وأحد نجوم الفريق الكتالوني. وتدهورت الأمور داخل برشلونة في الساعات الماضية بعد انقلاب الرئيس خوان لابورتا على تشافي، إذ بات يرغب في إقالته. وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن لاعبي برشلونة يشعرون بسوء معاملة تشافي مؤخرا. وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن العلاقة بين تشافي والبرازيلي رافينيا لم تكن قوية منذ فترة، وزاد التوتر بينهما خلال مباراة فالنسيا. وأضافت الصحيفة أن شجارا وقع بين تشافي ورافينيا عند استبدال الأخير في مباراة فالنسيا، حيث وجه اللاعب البرازيلي انتقادات لأوسكار هرنانديز شقيق تشافي ومساعده. وعقب ذلك قال تشافي لرافينيا: اهدأ، لن تلعب ضد جيرونا. ولم يشارك رافينيا أساسيا بالفعل بعد ذلك أمام جيرونا في المباراة التي خسرها الفريق برباعية مقابل 2، وتم الدفع به كبديل. وجاء مسؤول ريال مدريد أنظارهم إلى أحد اللاعبين البارزين في صفوف ليفربول من أجل التعاقد معه في صيف 2025. ووفقا لصحيفة ذا سان البريطانية، يضع ريال مدريد الأرجنتيني أليكسيس ماكاليستر نجم ليفربول هدفا مستقبليا في صيف 2025. ويرى مسؤول الميرينغي أن ماكاليستر سيكون اللاعب المناسب لتعويض الخسارة المحتملة لتوني كروس ولوكا مودريتش في خط الوسط بعد عام من الآن. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه حدثت اتصالات بالفعل بين ريال مدريد وليفربول للاستفسار عن وضع ماكاليستر، لكن ليس هناك أي شيء رسمي بعد. وكان ماكاليستر انضم إلى ليفربول من برايتون مقابل 40 مليون جنيها استرلينيا في العام الماضي. وكشفت ذا سان أن النجم الأرجنتيني لديه بالفعل شرط جزائي في عقده يبلغ 60 مليون جنيها استرلينيا، ويمكن لريال مدريد أو أي ناد آخر تفعيله. أكد إيثان بابي لاعب باريس سان جيرمان وشقيق النجم كيليان بابي أنه لن يوقع مع ريال مدريد. ويرتبط إيثان بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2024، ولا يزال مستقبله مع النادي الفرنسي غير واضح. وظهر إيثان في فيديو مع مشجعي باريس عقب تدريبات الفريق يوم السبت. وسئل اللاعب في الفيديو: هل ستنتقل إلى ريال مدريد مثل أخيك؟ ليجيب قائلا: لا. وينتهي عقد كيليان بابي مع سان جيرمان في الصيف القادم، وقد أعلن اللاعب رحيله بشكل رسمي عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم. وذكرت العديد من التقارير أن كيليان بابي لديه اتفاق بالفعل مع ريال مدريد، وسيوقع مجانا مع الفريق الملكي في الصيف القادم.
نجح نادي تشيلسي في حسم السباق على ضم أحد أهداف ريال مدريد وبرشلونة خلال الموسم الحالي. وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو على حسابه بشبكة تويتر: توصل تشيلسي إلى اتفاق نهائي بشأن التعاقد مع البرازيلي ويليان إستيفاو نجم بالميراس مستعد الآن لقبول العرض الأخير الذي قدمه تشيلسي بقيمة 40 مليون يورو بالإضافة إلى 25 أخرى كإضافات، ولا يتبقى سوى توقيع رئيس النادي البرازيلي على العقود. تم الاتفاق على الشروط الشخصية بين تشيلسي واللاعب منذ 10 أيام، وسينضم ستيفاو إلى البلوز في صيف 2025. وكان البلاوغرانا في صدارة سباق ضم الجناح البرازيلي ستيفاو ويليان صاحب 17 عاما من نادي بالميراس، كما أن اللاعب كشف عن عشقه للبارسا. وانسحب الفريق الكتالوني من الصفقة مؤخرا لأسباب مادية، بينما استمر ريال مدريد في ملاحقة اللاعب البرازيلي. تناول تقرير صحفي إيطالي موقف المغربي سفيان مرابط لاعب وسط مانشستر يونايتد من البقاء داخل إنجلترا أو العودة إلى إيطاليا. سفيان مرابط انتقل لمانشستر يونايتد الصيف الماضي قادما من فيورنتينا على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو، مع خيار الشراء مقابل 25 مليونا كقيمة إجمالية. وذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن مرابط قدم موسما مخيبا للآمال بالدوري الإنجليزي مع الشياطين الحمر بعدما شارك في 20 مباراة من بين 9 فقط كلاعب أساسي. وأوضحت أن فريقين من مدينة لندن وهما كريستال بالاس وفولام أرسل أعضاء من كشافات الفريق لمتابعة النجم المغربي في الأسابيع الأخيرة بهدف القيام بعملية استثمار محتملة هذا الصيف. ولفتت الصحيفة إلى أن البقاء في إنجلترا هو الاحتمال الأقوى حاليا أمام مرابط، مشيرة إلى أن الانتقال لأحد الناديين اللندنيين أمر وارد بالفعل. وتشير عدة التقارير إلى أن نادي فيورنتينا يتطلع إلى بيع مرابط في الصيف المقبل في صفقة نهائية، موضحا أن وقت المغربي في الفيولا قد انتهى بالفعل. حسم بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي موقفه من الاستمرار داخل ملعب الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل ساعات من تتويج فريقه المحتمل بالدوري الإنجليزي الممتاز. ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تصريحات مقتضبة للمدرب الإسباني عبر حسابه بموقع تويتر، قال فيها: نعم، سأبقى مدربا للمان سيتي الموسم القادم. أنا مرتبط بعقد مع النادي حتى 2025، وخطتي هي الاستمرار في الموسم المقبل ولا يوجد خيار آخر. ويقود غوارديولا الفريق السماوية منذ عام 2016، ونجح في قيادته للفوز بعدد هائل من الألقاب، أغلاها دوري وأبطال أوروبا العام الماضي. كشفت تقارير صحفية صباح اليوم طلبا متوقعا من إدارة الهلال قبل مواجهة النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. ومن المتوقع أن تقام مباراة النصر والهلال بنهاية الشهر الجاري، لكن الموعد النهائي لإقامة المواجهة لم يتحدد حتى الآن. ووفقا للصحيفة الرياضية فإن الهلال تقدم بطلب رسمي من أجل الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي على أعلى مستوى في مواجهة النصر. وأوضحت أن الهلال سار على نهج النصر الذي سبق، وأن تقدم بهذا الطلب مطلع الشهر الجاري وتعهد بدفع المصاريف اللازمة. وشددت على أن تكلفة طاقم التحكيم الأجنبي المكون من 4 أفراد تبلغ 175 ألف ريال، فيما تبلغ قيمة الطاقم المكون من 5 نحو 219 ألف ريال سعودية. وفي الملاعب السعودية نكون قد وصلنا إلى نقطة نهاية للنشرة الرياضية من قناتكم أرقام رياضية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات للتوصل بكل جديد. إلى اللقاء.